الداخلية التركية أعلنت إن أكتر من 25,000 سوري خلال 15 يوم من رحيل بشار عادوا إلى سوريا. وفي ناس من السوريين قالوا طبعا إن المعاملة الوحشة ومش عارف إيه، وفي ناس قالك لا ده بشار هو اللي أصلا قصدي أردوغان هو اللي ساعدنا في الثورة، هو اللي خلى، أو هو تقريبا قائد الثورة تقريبا. هو اللي جاب الجولاني يعني، وهو اللي بيساعد في الموضوع دوت. طيب، احنا يعني في مصر عايزين نعرف برضو احنا كم واحد بقى مشوا من مصر. يعني يعني احنا عارفين ان هم قاعدين بالملايين هنا. كم واحد بقى مشوا من مصر بعد رحيل بشار؟ وخصوصا ان احنا يعني قاعدين كل ما نقول امشوا يترد علينا بقلة الادب والشتايم، كأننا بنشتمهم برضو. فيعني هو طبعا في فرق بين اللي كان قاعد في خيام وقاعد في وما فتحش بقه، ولما رفع الأعلام هناك الأتراك يعني بهدلوهم. وفي فرق بين اللي قاعد مجعوص هنا بقى وملعلع ومبرطع وكده يعني. فأكيد بقى هيفكر ألف مرة يمشي ويسيب اليغمة دي فين يعني. يعني ولو ان يعني عادي هتشيل شيخ الشاورما سيخ الشاورما على كتفك وتتكل على الله يعني، ما هوش استثمار يعني، ما انتش عامل يعني صروح مثلا في مصر يعني. ف... فمش هتتعب قوي يعني. بس نعرف النهاية ايه، نعرف يعني كم، حتى نعرف حتى كم واحد مشوا، كم واحد يعني كده ايه يعني اتنحرر وقال لك يا بلدي يا وطني وراح جاري على سوريا. وخصوصا ان هم يعني الفرحة والهيصة اللي عملوها على بتاع الثورة وكده، ان هم اتحررنا ومش عارف ايه، والاعلام اللي كانوا عايزين يرفعوها واللي رفعوا منها برضو شوية. ولما الدولة قالت لا كده وقبضت على ناس، قالك ازاي ده الناس فرحانة. طب خلاص فرحان فرحانة عندنا يعني بس وخلاص. مش تروح تشوف بقى بلدك اللي وحشاك بقالك 14 سنة قاعد عندنا يا أخي؟ ده أكيد تاخدها بالحضن، أكيد ترجع تجري كده تبوس أرض بلدك كده. ولا إيه؟ ولا هي حنية وخلاص كده، رأي الأمثال اللي بتتقال. والله الواحد أقول إيه، يأسف لما يجري. بس يا ريت نعرف هم قد ايه مشيوا وقد ايه يعني راحوا على سوريا من تاريخ ما بشار مشي. بس هو ده اللي مقصود وعايزين مطلوب.